شوهوا الصورة للشعب المسلم وللإسلام بصفة عامة. كمان الأمر صعب يشوفوا فينا ترافيغ ils pas les arabes dès qu'ils voient un arabe un musulman يديرهم كاع في المام ساك ويقول لك هذا إرهابي. كابوس 14 نوفمبر والجمعة الدامية التي راح ضحيتها مئات الأشخاص ومثلهم الجرحى في مدينة باريس التي أطفأت 7 هجمات وتفجيرات إرهابية متلاحقة أنوارها، أو بالأحرى شبح الإرهابي الذي خيم على فرنسا 7 مرات في سنة 2015 والذي دشن بالهجوم على شارلي إبدو مطلع شهر جانفي، ولا ندري إن كان مهندسا له أو هو فعلا صنيعة جماعات إرهابية. الإسلام بريء من وحشيتها، أفضت في كل مرة إلى تغذية روح العداء والعنصرية إزاء الجالية المسلمة المقيمة بفرنسا وضد الإسلام ككل على شاكلة الحروب الصليبية الإسلامية، وهو ما تدركه ومتأكدة منه الأقليات المسلمة بفرنسا، وهو التوجس الذي طال حتى أطفالها ممن تجرعوا كؤوس علقم سوء المعاملة والتضييق على حرياتهم اليومية. حاول يجي يخافوا ما نخافوش، لازم نخافوا. بيان سور نخاف، كيما ما نخافش لازم نخاف. هما غادي نخافوا منهم بنيتي. ما تتاثر سينو ما تتاثر. انا الحمد لله راني مسجلها في مدرسه قرانيه يعلموهم الاسلام، يعلموهم بلي هذا الشيء اللي يصرى خاطئ الاسلام، خاطئ الدوله الاسلاميه. المعاملات والله صعبه بكل صراحه، صعبه. إذن الإسلاموفوبيا تعود وبقوة في باريس، والجزائريون المقيمون في فرنسا يرفعون راية الإدانة وبكل اللغات ضد هذه الاعتداءات البربرية. فهل ستشفع لهم أمام المؤامرات التي دشنتها عديد وسائل الإعلام الغربية التي تتفنن في الإساءة للإسلام وربط كل صور الإجرام والدمار به وفي استفزازهم، وما رسومات شارلي إبدو المسيئة للرسول إلا عينة؟ الرحلات الجوية بين الجزائر وفرنسا عادية طبيعية، لم تؤخر ولم تؤجل ولم تلغى، غير أن الجزائريين المقيمين بفرنسا جد متوجسون ومتخوفون من ردود أفعال الفرنسيين جراء هذه الهجمات التي في كل مرة تجعلهم هم الضحايا الأولى. أسماء بطوش من مطار هواري بومدين الدولي إلى قناة البلاد.